بتعمله ده غلط وعيب اللي انت بتعمله ده على فكره. فين صاحب المكان اللي هنا؟ ايه ده؟ في ايه يا نهارك اسود يا عمر، اللي انت عملته في الست ده دي زبونة المكان. ايه اللي انت عملته ده؟ ما ينفعش اللي انت عملته ده. انت عايز مني ايه يا ستي؟ فين صاحب المكان اللي هنا؟ انا جيت جنبك، ما تعليش صوتك بس في المكان، انا ما جيتش جنبك اصلا. يا حبيبي انا شفتك وانت بتقطع لها التيشيرت، وانا ليا كلام تاني مع اخوك مزيكا لما يجي. اتفضلي يا حبيبتي، دي زبونة المكان. انت عبيط ولا ايه؟ المجانين دول. حول الله يا رب، بيرموا بلاهم على الواد الغلبان ده. اقعدي هنا، اقعدي. خلصنا كده. خلاص يا ست، انا عملت لك اللي انت عايزاه. ممكن تقولي لي بقى احنا عملنا كده ليه؟ هقولك، الولد ده يبقى اخو مزيكا صاحب المكان. الواد ده قطع عليا في كل حاجه بعملها، وكل المصالح ما بتخلصش بسبب مناخيره اللي حاشرها معايا. فالواد ده لازم يطير من هنا، واول ما هيطير انا وانتي هنعمل المصالح اللي احنا عايزينها وهناكل الشهد يا بت. اهم حاجه ما تنسينيش. لا عيب عليكي، ده انت اختي حبيبتي. بس لما يجي مزيكا الواد قطع لك التيشيرت وانا شاهده وقال لي ادبه عليكي. بس كده؟ اوعي تقولي حاجه غير كده. عينيا. وسيبي الباقي بقى عليا حبيبتي. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ هو محدش قاعد على الكاشير ازاي؟ انتوا يا جدعان اللي شغالين هنا. يا عمر استاذ مزيكا، ازيك يا هدى، عامله ايه؟ منور. وانت حضرتك مش قاعده على الكاشير ليه؟ معلش والله، اصل في مشكله كده حصلت كبيره شويه، فكنت بحاول المها. مشكله ايه دي لا سمح الله؟ في ايه؟ عمر اخوك ماله عمر؟ حصل له حاجه؟ قطع لزبونه مهمه عندنا التيشيرت. قطع لها التيشيرت؟ مسكها كده وقطع لها هدومها كده. انت مجنونه ولا ايه؟ وعمر اخويا هيعمل انا كده مش ليه؟ مجنونه والله، الزبونه موجوده وعمر موجود وانا موجوده. يا ستي انت عارفه ان عمر دوت هوايته ان هو بيغني بس، وبعدين الواد ده جدع وقريب من ربنا. انت ايه اللي انت بتقولي ده؟ قطع لها التيشيرت بتاعي. فين الزبونه دي؟ اهي يا استاذ. هي اللي قاعده جوه دي؟ انا هروح لها، لو طلع كلامك غلط وبتتبلي على اخويا انا هوديك ورا الشمس. انا مستنيه الا يطلع كلامي غلط. البس يا عم عمر، احلى حاجه في الدنيا لما توقع اتنين اخوات في بعض. استاذه انت عايز مني ايه انت كمان؟ ست انا جيت جنبك، مش عايز منك حاجه، انا كل اللي عايزه حاجه واحده بس. انا اخويا اللي عمل في التيشيرت بتاعك كده. ايوه حضرتك اللي عامل فيا كده، وفي واحده بنت حلال شالتني من ايده. واحده بنت حلال؟ يبقى كلام هدى صح، بس ايه اللي هيخلي عمر اخويا يعمل كده؟ خلاص يا استاذه ما تخافيش، اهدي بس، وابعت لك دلوقتي واحد ليمون يهدي اعصابك، وانا هشوف اخويا وحقك اللي انت عايزاه هعمله لك، ماشي؟ مش متشكره. ماشي يا عمر. أحباب رسول الله خدوني وياكم أحج بيت الله وأزور النبي معاكم يا عشاق الهادي، من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عيناه. جميل قوي الكلام ده، بس اللي انت عملته مش جميل. دي اخرة التربية، دي اخرة الثقة. يعني انا امسكك المكان كله وامنك واقول اخويا الصغير هيطلع راجل، ومن بعديه هو اللي يعرف يسوق الدنيا كلها ويشيل البيت، في الاخر تعمل كده وتقطع التيشيرت الواحدة؟ بس انا ما عملتش حاجه، دول بيتبلوا عليا اقسم بالله. طب لو هدى بتتبلى عليك هقول ماشي، انما الزبونه ديت اول مره تيجي المكان، وبعدين هي هتتبلى عليك ليه؟ هو انت كلمتها او تعرفها؟ لا بس هي يبقى من النهارده ما اشوفش وشك هنا تاني، عشان انت زي ما انت اخويا وانا كبرتك عليا وكبرتك على المكان، ما اشوفش وشك هنا تاني. اطلع اتفضل سلم الحاجه كلها وامشي. مش عارف اعمل ايه مع الست ديت انا كمان. حقك عليا انا اسف، ومن النهارده اعتبري نفسك يا ست اللي انت عايزاه انا هعمله لك. انا مش عايزه اي حاجه غير حاجه واحده بس يا استاذ مزيكا. هي ايه؟ عايزه اشتغل في المكان، اي حاجه بس كده. اعتبري نفسك يا ست انت صاحبه المكان من النهارده، دي اقل حاجه اقدمها لك بعد اللي حصل ده. والتيشيرت اللي اتقطع دوت اطلعي فوق، وانا على الوقت هجيب لك تيشيرت جديد غيره. حاجه تاني؟ متشكره قوي يا استاذ مزيكا. بقول لك يا استاذ مزيكا، لو سمحت عايزك بس ثواني. امرني يا استاذ اسلام. لو سمحت عايزك بس ثواني. ماشي جاي. برافو عليكي يا بت،
يلا اطلعي غيري التيشيرت زي ما قالك وتعالي لي عشان احللك بقى. عجبتك؟ عجبتيني. بسرعه بقى. امورنا يا استاذ اسلام. بقول لك ايه، على فكره اخوك بريء، ما عملش اي حاجه وانا متابع الحوار من بدري، والست اللي شغاله معاك دي هي اللي متفقه مع الست التانيه وبيعملوا عليك الكلام ده كله. المفروض ان انا اصدقك بقى كده واسقف لك. بقول لك ايه يا اسلام، هدى اللي شغاله معايا في المكان ما تعرفش الست دي، والست ديت ما تعرفش هدى، يعني ده سوء تفاهم، واللي عمل واللي غلط اخويا، ولا انت عشان عايز تجر نعم مع دي ولا مع دي، وهم رافضينك تقوم انت رامي بالك عليهم. بقول لك ايه، انت تقعد مكانك عشان كده انت هتزودها معايا، واللي بيجيب سيره حد شغال معايا يبقى جاب سيرتي انا بالظبط، وانا اللي بيجيب سيرتي بمسك فيه وبضربه. امسكش بابا، بابا امسكك. ليه في ايه؟ ده اخوك. اخويا؟ يا عم طب صلي على النبي، عشان خاطر انت قلت الجملتين دول بس انا مش هتكلم معاه، بس لو كلامه طلع غلط اعمل فيه ايه؟ زبون. ما اضربوش برضك؟ ماشي، اقعد انت وابوه، انا هشوف اخرتها معاك يا اسلام. لا انا بابا. يا هدى. ايه يا بنتي بصي لي بكلمك. هو انا مش قلت لك روحي غيري التيشيرت ده؟ هو انت مش استاذ مزيكا قال لك غيري التيشيرت ويلا عشان تشوفي شغلك؟ اخلصي يا ستي. ماشي يا ستي هغير، ما قلتش حاجه، بس عايزه اعرف اخوه ده هيعمل ايه فيه ولا هيعملوا ايه مع بعض. وانت بالك انت ومال اخوه؟ ما هو اتنين خلاص ومشاه وخلصنا من القصه الحمضانه ديت. قلت لك غيري علشان خاطر نخلص من الشغلانه دي. مش نطمن طيب؟ اوه يا هدى فهميني ايه اللي هيحصل. ولا طيب. فاهمك ولا تفهميني. خدي غيري البسي. فانت اللي عملت كل ده يا هدى؟ استاذ مزيكا ايه رايك بقى يا استاذ مزيكا؟ مثلت دوري صح؟ يا رب اكون عجبتك.